الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الكبير المتعال المتجلي بصفات الجلال والجمال القائل: وما شهدنا إلا بما علمنا. والصلاة والسلام على صفوة الله من خلقه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فإني أيها الكاتب المنتمي آخرا إن شاء الله، لما نظرت ما جمعه الشريف السيد ابن السادة الكرفاء أحمد سالم ابن محمد الأمين ابن عبد الودود ابن الحاج أحمد السباعي في مآثر آبائه الشرفاء الكرماء، وجدته في غاية الحسن، فلذلك سلمته وإن كان لا يحتاج، وحق له الكتب بماء الذهب، ويكفي شهادة هؤلاء الأجلاء على ذلك، فمن أعلم من أفرادهم لا يسعون التعبير عن كرمه وسماحته. وأما جامع التأليف أحمد سالم المذكور فوق فقد خالطته وكنت أسمع، فلما رأيته ذكرني بقول القائل: كانت محادثة الركبان تخبرنا عن أحمد بن فلاح أحسن الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. وكنت أقفو هؤلاء الأجلاء الذين سلموا هذا التأليف، مع علمي أنهم أسمعوا وأبصروا مني، اقتداء بمقالة القائل: أسير خلف ركاب النجب ذا عرجي، مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم لرب الورى في الناس من فرجي، وإن بقيت بقاع القفر منقطعا، فما على أعرج في الناس من حرج. وكتب محمد واللمون التكروري.